لما يكون عندك طموح لبكره هتقدر تنجح وتقدر تبرز نفسك. الطموح بيقويك وبيحفزك وبيديك طاقه انك تكمل. اوعى تيأس مهما حصل، عمرها ما هتكون النهايه ولا هتكون النهايه. دايما خلي عندك امل انك في يوم هتوصل، وانا عندي يقين ان انا في يوم هوصل وهنجح وهحقق كل حاجه انا عايزها. الموضوع بس محتاج شويه وقت وشويه مجهود وشويه صبر عشان تقدر تحقق اللي انت عايزه. بس هو المطلوب منك شويه وقت، شويه صبر، شويه مجهود. صدقني مفيش حاجه تقدر تقف قصادك. كمل هدفك للاخر، اسعى، اشتغل على نفسك. غلطت قوم من جديد، مش مشكله، غلط تاني وتالت وعاشر لحد ما تتعلم وتقدر توصل للي انت عايزه. مفيش مستحيل. خليك دايما متفائل، خلي عندك يقين انك اكيد بكره هتوصل. كل حاجه محتاجه صبر. فوق ده كله حط الامل دايما قدامك وصدقني اكيد هتوصل. عايز اقول للشباب اللي حزينه وقاعده في بيتها حاطه ايدها على خدها ان مش ده الحل. الحل انك تحاول، الحل انك تحاول توصل، الحل انك ما تقفش في مكانك، الحل انك تدافع عن هدفك بكل طاقتك بكل قوتك لحد ما توصل للي انت عايزه. استحاله الدنيا هتديك الا لما يكون عندك اليقين انك عايز. جاهد واجتهد واتعب وحاول بكل قوه وصدقني اكيد هتوصل. الموضوع محتاج بس شويه وقت وشويه مجهود وشويه يقين، ولازم في يوم هتوصل. صدقني انت بس حاول على نفسك، اشتغل، ابدأ بالبسيط وبعد كده المهم. صدقني هتوصل. الموضوع بس محتاج شوية صبر مش اكتر. تمام؟ وهتعمل المعجزات، هتقدر تحقق المستحيل. تمام؟ فدي من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقولها. فانت خلي بالك على نفسك وعلى هدفك وما تيأس وما تستسلمش. خلي طموحك دايما مع شعراوي انا الاقوى. خلي عندك يقين ودايما مفيش مستحيل. صدقني. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه وبرنامج جديد على قناه محمد شعراوي. تمام؟ دي كانت بدايه الحلقات اللي انا بقولها. السلام عليكم ورحمه الله. مع السلامه.